صدمة عمري كانت لما جوزي دخل الشقة وكانت ايده بإيد بنت عمه اللي هي هبة صاحبتي الوحيدة. هو في ايه؟ اصل حبينا نفرحك اول واحدة بخبر جوازنا. نعم. انتي بتقولي ايه؟ ندى يا حبيبتي، انا اتجوزت هبة بنت عمي عشان عارف انك بتحبها قوي وهتكونوا زي الاخوات. انت اتجننت؟ اتجوزت عليا يا سعيد؟ وانتي يا صاحبة عمري يحصل منك كله ده؟ وطي صوتك يا ندى. وبعدين هبة بنت عمي وانا اولى فيها من الغريب، وانت خلفتك كلها بنات وانا عايز ولد. ده غير بقى انك ما بقيتش تهتمي بنفسك وتخنتي او اتغيرتي وبقى شكلك مش حلو. انا من الصدمة ما قدرتش انطق، رحت فورا لاوضتي وقفلت على نفسي ولميت شنط هدومي واتصلت ببابا وقلت له يجي فورا من غير ما اوضح له اي حاجة. وبعد شوية، في إيه يا سعيد؟ ندى اتصلت بيا وبتعيط. يا عمي، انا هقول لك يا انكل كل الحكايه، ان انا وسعيد اتجوزنا والهانم زعلانه عشان كده. الكلام اللي بتقوله ده صح يا سعيد؟ انت اتجوزت على بنتي وكمان صاحبتها؟ يا عم بنتك ما بقتش بتهتم بنفسها ولا بالبيت وخلفتها بنات وانا عايز ولد. هو لسه في حد بيفكر زيك كده؟ انا هاخد بنتي وبناتها حالا وورقة طلاقها توصل لها، انت فاهم؟ بابا انا جاهزة. تعالي يا ندى يا بنتي، انا هطلقك من الحيوان ده. وانا في العربية سندت دماغي على الشباك وسرحت بافكاري. انا ندى، عندي 19 سنة، متجوزة من 4 سنين عن قصة حب الكل بيتكلم فيها. يمكن كان كلامهم صحيح، حب مراهقة وهيروح مع الزمن، نظرا لاني اتجوزت صغيرة جدا. وعندي بنتين، أسيل وأيسل، عندهم 3 سنين. مامتي سورية، انفصلت عن بابا بعد جوازي بشهرين. بابا كان متجوز قبلها طنط ندى، ومن شدة حبه ليها سماني على اسمها. عنده منها 5 أولاد، منهم اللي عايشين مع جدي في الصعيد واللي متجوزين. بس بابا قرر يعيش في القاهرة وجاب طنط ندى معاه واتجوز ماما لأنه أعجب بيها. كانت طالبة عنده في الكلية، وطنط ندى اتقبلت الموضوع مش عارفة ازاي. وقبل 4 سنين من جوازي كان عندي 15 سنة. كانت هبة صاحبتي الوحيدة، وماما ومامتها صحاب جدا. في يوم اقترحت ماما هبة اني اخد دروس انجليزي مع هبة عند ابن عمها اللي هو سعيد، وفعلا ماما وافقت. من زمان ماما بتعاملنا كن ست بمعنى الكلمة، وازاي اتعامل مع الناس خصوصا الرجالة، لدرجة ان بقيت اظهر اكبر من عمري وكانت عيون الكل عليا. وبالفعل رحت مع هبة. بس بقولك ابن عمي ده هيعجبك قوي يا ندى، ده دارس برا مصر وجنتل قوي وبيشتغل في شركة سياحة. وعنده كام سنة يا هبة؟ عنده 25 سنة. يا خرابي، ده أكبر مني ب10 سنين. انت التولي، ده لو تقدم لي أنا هوافق بسرعة. أيوة بس هو أكبر منك ب9 سنين. انت هتعايريني يا ستي بالسنة اللي سقطتها؟ مش القصد والله يا هبة. طب يلا بسرعة يا أختي أحسن يتعصب سي سعيد. ودخلت شقة أهل سعيد، وكانت شقة جميلة جدا. وأول ما عيني شافت شاب وسيم أوي أوي، وقعت في حبه من أول نظرة. وهو كانت نظراته ليا مش طبيعية، كان بيبص ليا من فوق لتحت. هي فين صاحبتك دي يا هبة؟ الله، أهي يا أبيه. انت عندك 15 سنة؟ أصل اللي يشوفك يقول عندك حاجة و20. خلاص بقى يا أبيه، أصلها بتتكسف قوي. طب اتفضلوا هنقعد في البلكونة نذاكر. طال الوقت وكان بيشرح، وهبة قامت دخلت الحمام، وأنا ما كنتش مركزة معاه خالص، كنت مركزة في جماله. انت ما بتتكلميش ليه؟ هتكلم اقول ايه؟ سمعيني صوتك الحلو ده. كنت دايبة في كلامه حرفيا، وإعجابي بيه بيزيد. مرت أيام وأسابيع وأنا طول الوقت بفكر فيه وبتفاصيله، وإزاي هو حد حنين ورومانسي. علاقتنا بقت قوية بشكل ملحوظ. وبعد فترة
اكتشفت الناس بقت تتكلم عليا وبيقولوا يا اختي احنا بنبعت البنات تتعلم ولا تحب، ده آخر زمن. أتراها هبة مش سايبة حتة إلا لو اتكلمت عليا فيها. حسيت الدنيا اسودت في وشي. رحت لسعيد عشان أفهمه سبب زعلي. انتي هتسمعي للناس يا ندى؟ برضو يا سعيد، أنا ما أقبلش إن أهلي يتأذوا بسببي. خلاص أنا هبطل أخد دروس عندك. لأ يا ندى، أنا ما أقدرش أسيبك خالص، مش هقدر أتحمل بعدك. إحنا لازم نعمل كده عشان مصلحتنا يا سعيد. خلاص يا ندى، أنا عندي الحل. أنا هكلم أبوك وأخطبك رسمي، ونشوف بقى مين هيفتح بقه بحرف عليكي. بجد يا سعيد؟ آه يا قلبي سعيد. بابا كان شايف إني صغيرة وكان رافض الموضوع تماما، لكن ماما بقى كانت موافقة وبشدة، لأنها كانت بتفكر تتطلق من بابا، بس مهنش عليها تسيبني عند مرات أبويا. وفضلت بقى تزن على بابا، وفضلت تزن على بابا يوافق، خصوصا إني كنت فرحانة قوي. وعشان كده بابا كلم جده واخواتي عشان ياخد رأيهم، والكل وافق وقالوا إن البنت أولها وآخرها بيت جوزها، ما عدا أخويا محمد كان رافض تماما، وكان رأيه إن لازم أخلص تعليم، علما إن إخواتي كلهم تربية صعايدة بس مش ضد التعليم، وعندهم الجواز حرية شخصية وبيرجع للبنت، وده طبعا مبدأ في العيلة والكل ماشي عليه. وعشان أنا موافقة كلهم وافقوني الرأي، واتجوزت أنا وسعيد وعشت أحلى أيام عمري معاه. ومن أول سنة جواز خلفت وجبت بنتين. وبعدها المشاكل بينا زادت، وكنت بحاول أتفاهم معاه، بس هو ما كانش فيه أي فهم خالص. وأسوأ قرار خدته بحياتي إني سبت المدرسة وقلت أقعد لبيتي ولبناتي، ودي كانت أكبر غلطة بحياتي. يلا يا ندى يا بنتي، احنا وصلنا. يا خرابي، انت رجعتي تاني؟ هو احنا مش هنخلص منك ومن مشاكلك يا بت انتي؟